السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة حلويات دايما مرتبطة بشهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين. ويا رب تكونوا بخير ودايما كده متجمعين. هنعمل مع بعض القطايف بحشوات لذيذة جدا هتعجبكم. هنعمل مع بعض السيرب اللي هنسقي بيه القطايف، وهوريكم ازاي تطلع معاكم مقرمشة. وكمان اللي جربوا معايا الحشوات دي هتعجبكم جدا. هنعملها بالمكسرات والكريمة بالجبنة، وكمان هنعملها بالنوتيلا. ولو اول مرة تشوفوني، انا اسمي شيماء. انزلي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسوله ونبتدي الوصفه بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه هنعملها مع بعض السيرب اللي هنسقي بيه الكنافه. معايا كده 3 كوبايات من السكر، وهنزل عليهم بكوبايتين من الميه، ومعلقتين كبار من عسل الجوز، وهرفعهم على النار. واول ما يبتدي يغلي هنزل عليهم بعصرة نص ليمونة، واسيبهم يغلوا دقيقتين 3، واطفي عليهم النار واشيلها في حاجة تانية اللي انا هنزل بالقطايف فيها علشان تبرد، عشان انا عايزة السيرب معايا يكون بارد. السيرب بتاع القطايف بيكون بارد وتقيل. وهنا سيبته لغاية ما غلى كويس. انا هنا كنت نزلت عليه بالليمون بس ما جاتش. وهنبتدي نحضر اول حشوة. معايا كوباية من المكسرات حسب ما تحبي، فستق، لوز، فول سوداني، كاجو، اي نوع مكسرات انت تفضليه هتضيفيه. وهنزل عليهم بنص كوباية من جوز الهند، ونص كوباية من الزبيب، ونص معلقة صغيرة كده من القرفة اختياري لو حابين، بتخلي الطعم مميز جدا. ومعلقة من السكر، ممكن نضيف معلقة من العسل او معلقة من السمنة تخلي المكونات معايا متماسكة، بس انا استكفيت بمعلقة السكر. ممكن تستخدمي حشوة المكسرات دي في حلويات تانية كتير. لو عايزة تعملي بها صينية جلاش، عايزة تعملي بها كنافة، بتنفعك جدا. يعني احنا هنشي بيها القطايف، واللي يبقى مننا هنشيله في كيس او في علبة ونشيله في التلاجة. هجيب معايا القطايف وهخلي جنب طبقين كده. هاخد القطايف الكبيرة شوية، هحشيها بالمكسرات واقفلها بالشكل ده. اضيف فيها كده معلقة صغيرة من المكسرات، ما ملهاش قوي علشان تقفل كويس. والقطايف الصغننة شوية هقفلها بس نص قفلة كده، وهقليها زي ما هي وهي مفتوحة. هوريكم شكلها دلوقتي علشان نستخدم فيها الحشوات التانية اللي احنا هنستخدمها. هحشي معاكم كده كذا واحدة، وهكمل باقي الكمية اللي معايا. هعمل اللي هي يعني نص قفلة، والقطايف المحشية كاملة زي كده، ونشوفها مع بعض عشان نبتدي نحمرها مع بعض ونحضر الحشوات التانية. ودي طريقة تانية لحشو القطايف، ان انا ممكن بدل ما انا بتكون مفتوحة كاملة واحشيها، بقفلها نص قفلة زي كده، وبعد كده اضيف المكسرات واكملها قفل، بتكون اسهل واريح. الطريقة اللي تفضلوها دي حاجة ترجع لكم في الاخر. ودي القطايف اللي انا هسيبها كده من غير حشو علشان احمرها واحشيها بالكريمة والنوتيلا. ما شاء الله القطايف كانت تحفة. اهم حاجة تعملوا القطايف في نفس اليوم اللي انتوا مشترينها فيه، او نفس اليوم اللي انتوا عاملينها فيه لو انتوا هتعملوها في البيت.
عمايلها سهل جدا في البيت على فكرة، مش صعبة. بس انا كنت جايباها جاهزة. دايما القطايف من الحلويات اللي مرتبطة بشهر رمضان، بنعملها اكتر في شهر رمضان. انا هنا كنت بوريكم القطايف، باخد صغننه اقفلها نص قفله كده واسيبها في الطبق، والكبيره بحشيها بالمكسرات. هنا اروى كانت عماله تزوم على فنانيس كده شكله تحفه. انا هنا كنت مسرعه الفيديو جدا علشان ما اطولش عليكم. وكده خلاص كنت خلصت الكميه معايا. كان معايا كيلو من القطايف، معايا الزيت. القطايف بتتقلي في زيت سخن وغزير علشان تطلع معاكي مقرمشه وتديكي الافكت اللي انت عايزاه. وكمان ما نملاش الطاسه قوي واحنا بننزلها في الزيت علشان الزيت يفضل محتفظ بدرجه الحراره العاليه. وهنا السيرب معايا او الشربات كان برد، جبته جنبي. هطلع هصفي الكنافه القطايف كويس من الزيت، وهنزل بيها على الشربات دقيقتين 3 كده وهخرجها. انا ببتدي الاول بالقطاف اللي هي المفتوحه اللي مفيهاش حشو علشان الزيت يفضل معايا نضيف للاخر. هذه القطايف مستوية، هذه قطايف ليست مستوية، هذه قطايف محشية. حاجات من الناعمه دي. فببتدي الاول بالقطايف المفتوحه دي اللي مفيهاش حشو الاول. هنزل كده شويه كمان في الطاسه، وفي نفس الوقت والقطايف بتتحمر ايدي في القطايف هقلبها كده في السيرب. وهجيب معايا مصفى وتحتيه طبق علشان اخرج فيه القطايف علشان تصفي كل الشربات اللي زياده اللي فيها. كده انا خلصت القطايف المفتوحه. هبتدي انزل بالقطايف اللي محشيه من المكسرات. انا هنا كنت حشيت القطايف بالمكسرات والكريمه لسه هنعملها مع بعض دلوقتي في الفيديو، والنوتيلا. لو حابين تحشوها بالمهلبيه هت هتعملي مهلبيه عاديه خالص، وتبتدي كده بمعلقه صغيره تحشيها وتقفليها وتقليها في الزيت، بيكون طعمها تحفه جدا برضو. بس انا حبيت اغير معاكم كده حشوات جديده وطعمها لذيذ جدا. وهنبتدي نحضر مع بعض الحشوه التانية. معايا كده جبنه كريمي، جبنه كيري او اي جبنه ملح خفيف تفضلوها. وكمان هنزل عليها بربع كوبايه من الكريم شانتيه، وكمان ربع كوبايه من الحليب، ومعلقه كبيره من السكر البودر. ممكن تستخدموا في نفس الحشوه دي القشطه الجاهزه، او تستخدموا كريمه لباني، كريمه الخفق، كريمه الحلويات. بس هنا انا استكفيت بالجبنه الكريمي، بيكون طعمها مميز جدا مع الكريم شانتيه، طعم مملح كده مع طعم مسكر، بيديكي افكت رائع. وهنا كانت القطايف معايا كده اتصفت من السيرب الزياده اللي فيها. هبتدي ارص القطايف كده في الطبق بالشكل ده، وازوقها كده بشويه من جوز الهند وشويه كده من الفستق المجروش. وكده اول حشوه تكون معايا جاهزه. شكلها تحفه. وهنبتدي نحضر مع بعض الحشوه التانية. انا خدت كده الكريمه في كيس حلواني
وهبتدي كده بالقمع عامله القطايف بالكريمه، واغمسها كده في الفستق المجروش او اي مكسرات انتوا تفضلوها، او ممكن جوز هند عادي جدا او فول سوداني. ممكن تستخدموا الحشوة دي في حلويات تانية كتير، وجربوها هتعجبكم جدا، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. ما شاء الله عليها جميلة، حاجة كده تفتح النفس، مميزة، طعمها مميز جدا. حابين تزودوا السكر البودر على الكريمة عادي زي ما تحبوا، انا ضفت بس معلقة واحدة. وده الشكل النهائي للطبق، حاجة كده تحفة. وهنعمل مع بعض اخر حشوة بالنوتيلا. جبت النوتيلا كده دخلتها بس الميكرويف كده حوالي دقيقتين 3، ونزلتها كده في كيس تلاجة، وسبتها لما تبرد، وابتديت احشي بيها كده القطايف، وكنت بنزل فيها كده في جوز الهند. حاجة كده تحفة. النوتيلا دي للناس اللي بيحبوا النوتيلا، دي بديل النوتيلا من شركة سما. حاجة كده تحفة للناس اللي بيحبوا الشوكولاتة وكده، هتعجبهم جدا. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، واتمنى تكتبوا لي رايكم في التعليقات. عايزه اسمعكم صوتها كده. سامعين صوت القرمشه؟ تحفه جدا. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.